الهوية المصرية مش مجرد مفهوم نظري، بل هي كيان حي تشكل عبر آلاف السنين. أهلا بيكم في بودكاست أصول. معانا دكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ وأحد أبرز الباحثين في التاريخ المصري. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. بداية عايزين نسأل حضرتك عن مفهوم الهوية المصرية من منظور تاريخي. يعني مفهوم الهوية مفهوم علمي طلع في فترة مع ظهور أفكار القومية في أوروبا، وحصلت دراسات كتيرة في أوروبا حوالين مفهوم الهوية، ثم انتقل مفهوم الهوية إلى مصر. مفهوم الهوية في مصر بيرتبط بجغرافيا وتاريخ. جغرافيا نهر النيل بيحدد بشكل كبير جدا مظاهر هوية مصر، اللي هو الارتباط بالنيل، الارتباط بالماء، المعيشة على وادي النيل، إقامة الزراعة، الاستقرار، الحضارة. وبالتالي تاريخ طويل جدا لمصر في الدولة المركزية اللي منذ أيام المصريين القدماء اللي بنقول عليهم الفراعنة وصولا إلى الآن، حرص المصري على الاستقرار، على الكيان الموحد اللي بيربط وادي النيل كله، الدلتا والصعيد، والحفاظ على الحدود. طب حضرتك شايف ايه هي العوامل الأساسية اللي أدت إلى تشكيل الهوية المصرية؟ العوامل الأساسية في الحقيقة هو فكرة المصري منذ القدم وحتى الآن في الحفاظ على هذا الكيان اللي اسمه مصر. وعلشان كده مصر من البلاد القليلة جدا في المنطقة وفي العالم اللي ما حصلش فيها حرب أهلية بشكل كبير، لأن ممكن تحصل مشاكل، ممكن تحصل ثورات، لكن حرب أهلية بشكل كبير لأ، لأن فكرة الاستقرار مهمة جدا في تشكيل الهوية المصرية. وطبيعة الفلاح اللي في داخل المصريين حتى سكان المدن، الهدوء، عكس شعوب أخرى مجاورة بتبقى إما شعوب صحراوية البيئة قاسية عليها وبالتالي بينطبع على عاداتها وتقاليدها وأسلوبها، أو شعوب جبلية واخدة على القتال والعنف في بعض الأحيان. طيب حضرتك شايف الهوية المصرية ايه اللي يخليها فريدة عن باقي الهويات لأي دولة تانية؟ لو بصينا حتى لانطباعات الشعوب المجاورة لينا، هتلاقي سواء الإخوة العرب أو حتى الأفارقة بيحبوا مصر جدا، بيشعروا بالأمان في مصر، بيشعروا بطبيعة المصري الفكاهة والانبساط بشكل كبير، بيشعروا بشيء مهم جدا، حب الحياة. يعني في أي بلد في العالم، مش بس في المنطقة العربية، في العالم كله صعب انك تنزلي بعد نص الليل تشتري حاجة. في القاهرة واسكندرية وحتى في الأقاليم حتى مطلع الفجر الناس تقدر تنزل وتعيش وتشتري وتاكل، وفي إلى حد كبير نسبة أمان. بينما في فرنسا، باريس، في أمريكا محدش يقدر يتحرك بعد الساعة 12، دي مشكلة كبيرة جدا. طيب في ظل التغيرات الثقافية والاجتماعية، حضرتك بتشوف ايه هي التحديات اللي بتواجه الهوية المصرية؟ في تغير كبير جدا بيحصل في تركيبة وتاريخ الشخصية المصرية والهوية المصرية بشكل كبير جدا، خاصة في 40-30 سنة الأخيرة. فكرة العولمة بشكل كبير جدا، وفكرة الأجيال الجديدة أصبحت جزء من نفس طريقة تفكير هذه الأجيال في أوروبا وأمريكا وفي اليابان بشكل كبير جدا، نتيجة ثورة الديجيتال وثورة المعلومات والسوشيال ميديا. فبالتالي بقى في اختلاف كبير جدا، يعني اختلاف ما بين جيل الأجداد وجيل الآباء وجيل الأبناء
بشكل كبير جدا. اختلاف حتى في اللغة، في طريقة الكلام، حتى في الموسيقى والأغاني واختيارها، حتى في النظرة إلى الحياة. يعني من 40 سنة ما كانش المصري يحب أو يفضل السفر أو الهجرة. كانوا دايما يقولوا على المصري فلاح قراري يحب يستقر في مكانه، وكان المثل الشهير من خرج من داره إن قل مقداره. كل ده اتغير بشكل عام، وأصبحت الأجيال الجديدة على الأقل في خلال 40-30 سنة لا، السفر شيء مهم جدا بالنسبة لها، والهجرة شيء مهم جدا. له مزايا وله عيوب، لكن في اختلاف كبير جدا في الشخصية والهوية المصرية، وخاصة مع أجيال من المصريين بيتولدوا بره وبيبقوا الجيل الثاني أو الثالث في هذه البلاد، والجنسية المزدوجة، وبالتالي في تغيرات كبيرة جدا في الهوية والشخصية المصرية في الحياة. يعني من كلام حضرتك ان وسائل التواصل الاجتماعي بتؤثر بشكل كبير وفي تحديات بسببها على الهوية المصرية. طبعا الميديا بشكل عام والسوشيال ميديا على وجه الخصوص، وفكرة السفر كمان، وسرعة وسائل المواصلات وتطورها بشكل كبير. قبل كده الناس كانت بتسافر على جمل، يعني يحلف بغربته، وكان الناس بتفطر لو هتسافر 60 كيلو، علشان ده سفر على جمل وفيه مشقة. يعني 60 كيلو دول يعني بقوا حاجة سهلة جدا وبسيطة، وكانت الناس بتروح تحج أو تسافر بمركب والسفينة وبتاع. ده دلوقتي في ساعة ونص ممكن تصلي إلى أي مكان في يعني العالم كده. فكل ده غير، وكمان الميديا بشكل كبير جدا. يعني في أجيال اتربت على ان التلفزيون او القنوات هي قناتين، قناه اولى وقناه ثانيه. دلوقتي عالم مفتوح وبشكل وحريه معلومات، ففي متغيرات بشكل كبيره جدا على الشخصيه المصريه. طيب حضرتك ازاي شايف ان ممكن نستخدم المنصات الرقميه بشكل ايجابي وليس بشكل سلبي؟ المنصات الرقميه زيها زي كل وسائل التواصل والمعلوماتيه الحديثه، ليها ايجابيات وليها سلبيات، وده نفس السؤال اللي كان بينطرح لما طلعت الاذاعه، ايجابياتها وسلبياتها، او لما طلع التلفزيون، او لما طلع الفيديو، او لما طلع الموبايل. فكل هذه الوسائل لها ايجابياتها وسلبياتها، لكن في الحقيقه التطور التكنولوجي والتطور التاريخي هو هيفرض نفسه. يعني ما بخافش كتير قوي من حكايه السلبيات. التجربه والخطا والنجاح هي وسيله تطور حركه الانسان. طب حضرتك شايف هل للسينما، الأدب، المسرح، الفنون عامة ليها دور وتأثير على الهوية المصرية؟ كان ليها دور كبير جدا قبل وسائل التواصل الاجتماعي. يعني السينما كان لما ينزل فيلم، نجمات البنات لما تتولد تتسمى باسم النجمة في تلك الفترة. الملابس كانت الشباب يلبس زي عادل إمام أو زي حسن يوسف، أو حتى لبس القميص ازاي، أو نجمات السينما وازاي بيلبسوا بتاع. الدنيا دلوقتي اتغيرت بشكل كبير جدا، وبقى في وسائل تانية، وبقى في عالم موازي بشكل كبير. فتأثير السينما قل بشكل كبير. تأثير التلفزيون، كتير من الشباب ما بيتفرجوش على التلفزيون ولا القنوات، حتى القنوات الفضائية أو كده وبتاع. ففي تغيرات. وسائل التواصل الاجتماعي والميديا الرقمية هي المستقبل أكتر في الحقيقة.
طب هل ده بسبب ان مثلا تناولنا احنا للسينما اصبح بشكل خاطئ، ولا هي طبعا السينما ما بقتش تدينا الدور اللي كانت بتديه لنا زمان؟ حصل إهمال للسينما في مصر بشكل كبير جدا، والصناعة تقريبا بعافية وبعافيتين شوية كمان. وتم الاهتمام بقنوات أخرى أو وسائل أخرى، وده وقع على السينما بشكل كبير، وما بقاش فيه تأثير كبير. يعني الناس كانت بتروح السينما مرة في الأسبوع على الأقل، أو مرتين في الشهر على الأقل. دلوقتي مين حتى المنصات وحتى الافلام ما بقاش حتى في وقت انك تقعدي تتفرجي على فيلم ساعة ونص او ساعتين. يعني كمان دي الزمن بقى سريع جدا، زي ما كان الناس بتقعد تتفرج على ام كلثوم بالساعتين ونص مثلا، او تسمعها ساعتين ونص. دلوقتي الاغنية السريعة جدا، فالزمن بيفرض اسلوبه، وبيغير في طبيعة الشخصية والهوية بصفة خاصة على الشباب. طب حضرتك شايف هل للمصريين سواء في الداخل أو في الخارج ليهم دور في الحفاظ على الهوية المصرية؟ هو لازم نحدد يعني ايه الهوية بشكل كبير جدا. الهوية بتتغير، يعني خلينا نتكلم ونقول ان الهوية بتتغير، ومش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم كله. يعني الشباب في اليابان اللي هو في العشرينات من عمره ده مختلف تماما عن جيل الآباء والأجداد عندهم، وبقى يصبغ شعره ويعمل فتح يعمل عينيه ويصبغ شعره أشقر. دي موجة عالمية بشكل كبير جدا مع انفتاح العالم كله على بعضه. وبالتالي لازم نتقبل ان الشخصية المصرية هيحصل فيها تغيرات بشكل كبير جدا، لكن كمان لازم نحدد الأولويات اللي احنا عايزين نحافظ عليها. زي مثلا لغة، عادات وتقاليد. الدين أساسا، اللغة، وإلا هنفقد اللغة العربية اللي هي وسيلة التواصل بين الناس، ووسيلة مهمة جدا. يعني مش معقولة الناس هتتكلم بالإنجليزي مع بعض، هنروح شاب يروح في الصعيد يكلم واحد صعيدي بالانجليزي هيفهم ازاي يعني. فاللغه عامل اساسي، الدين والحفاظ عليه. العادات والتقاليد بتتغير بشكل كبير جدا وهتتغير، يعني وهي بالفعل هتتغير، لكن في اشياء مهمه زي الترابط الاجتماعي، ولو انه دلوقتي بقى مختلف بشكل كبير جدا. يعني كان الناس زمان بمناسبة رمضان لازم العزومات عند بعض، ودي دلوقتي نادر جدا لما بتحصل عزومات عائلية. يعني الناس بتاكل في المطاعم أو تخرج بره، لكن عزومات في البيت دي خلاص انتهت، رغم ان دي كانت طقس. فدي عادات وتقاليد. وعمل الكحك والبسكويت في العشر الأواخر من رمضان، وفيلم عسل اسود كان اخر فيلم يتكلم عن هذه الظاهره. يعني انتوا لسه بتعملوا ده دليل على اجيال تانية وافكار تانية وعادات وتقاليد مختلفه. يعني لازم نتقبل ان في عادات وتقاليد هتختفي. طب يعني مثلا زي العيد والكحك والحاجات دي، هل حضرتك شايف ان احنا عشان بنواكب تطور والعادات دي ما بقتش موجودة، هل ده شيء يضيف لنا عن ان احنا بنواكبه، ولا هل برضو بنفقد جزء مننا؟ لا، الشخصية الوطنية في أي بلد بتتكيف مع المتغيرات. فده زي ما بيقولوا في المثل البلدي حكم الزمن. حكم الزمن قاسي وشديد، ولازم نتكيف بقدر ما. يعني الحفاظ على القدر الممكن من العادات والتقاليد اللي تخلينا نعيش إلى حد ما سعداء، وفي نفس الوقت في حكم الزمن تغير عادات وتقاليد بشكل كبير. يعني الناس كان من زمان قوي، كان من فترة قريبة جدا الناس بتعيد على بعضها، بتبعت لبعضها كروت تهنئة كده في العيد بالبريد وكده. بعد كده تطورت، بقت الناس
بالتليفون، بعد كده بقى بالموبايل، تبقى تتكلم بالموبايل. دلوقتي يا دوبك رسالة على الواتس أو على أي وسيلة وكفاية. طيب حضرتك شايف ان المبادرات الرقمية او المنصات الرقمية في ظل التطور هل لازم تكون موجودة في تعزيز الهوية المصرية؟ طبعا مهمة جدا، مهمة جدا في مسألة اللغة والحفاظ على اللغة، مهمة جدا في التعريف بالتاريخ، مهمة جدا في التعريف بالأماكن الهامة الأثرية والسياحية. يعني بره بيعملوا اختبار لمسألة الهوية، انهم بيسألوا الشباب لما بقول لك انت فرنسي ايه الأغنية اللي بتيجي في ذهنك؟ فيقول له يعني يردوا عليه المارسييز، النشيد الوطني. طب انت حافظه كذا. طب قول لي 10 اماكن، لما اقول لك فرنسا ايه 10 اماكن سواء اثريه او سياحيه تقول فرنسا. طب لما اقول لك فرنسا قول لي 10 شخصيات وطنيه في التاريخ الفرنسي. دي أشياء مهمة ممكن المنصات تعمل عليها للحفاظ على القدر المطلوب من عوامل بقاء وتطور الهوية. تمام. آخر سؤال، حضرتك شايف ايه الرسالة او ايه الحاجة اللي ممكن نوجهها للشباب في العصر الحالي وللأجيال القادمة؟ والله أنا شايف إن الشباب هم اللي يوجهونا. يعني خبرة الشباب في الحقيقة بقت أسرع بشكل كبير جدا. كان زمان المثل بيقول اللي يعيش ياما يشوف واللي يمشي يشوف أكتر. دلوقتي الخبرة والمعرفة بقت رقمية بشكل كبير جدا، وبقى شباب عنده القدرة في الحقيقة على يعني مش محتاج كتير مواعظ وعبر وبتاع، لأن المعرفة اتغيرت والحياة اتغيرت. يعني انت ممكن في مكانك تحوز على معرفة بشكل كبير جدا من خلال مجرد لابتوب او بتاع. فنوعية المعرفة تطورت بشكل كبير جدا، فهم مش محتاجين مننا حاجة في الحقيقة. بنشكر حضرتك على وجودك معنا في بودكاست أصول، ودي كانت حلقة النهاردة من بودكاست أصول. نشوفكم في حلقة جديدة.